العلية، قطب زمانه وفريد وقته وأوانه. كان في أحواله بحرا لا يجارى، آياته لا تبارى، له قدم راسخ في الطريق، وتخرج به جماعة من صدور المشايخ. وقال عنه أحمد بن عبد الله بن أبي محل السجلماسي وبالجملة: فالغزواني رضي الله عنه قد ظهر عليه المدد، وسرى في المغرب سهله وجبله في وقته. قال أبو زيد سيدي عبد الرحمن الفاسي رضي الله عنه في ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب: وقع لسيدي عبد الله الهبطي مع شيخه الغزواني أنه يوما أخذ بيده داخلا على بعض دور الناس فلم يطاوعه، وقال: ليست نفسي الأمارة كنفسه المطمئنة حتى أكون مثله، ونحو هذا لكونه لم يكن في قبضة هذا الحال في الوقت. قال ابن عسكر في الدوحة في ترجمته لسيدي محمد بن عيسى رضي الله عنه: سمعت الشيخ البصري يقول: 3 مشايخ لم يكن لهم نظير في المغرب، سيدي محمد بن عيسى، وسيدي عبد الله الغزواني، والشيخ سيدي عبد الله الهبطي رضي الله عنهم وأرضاهم. سيدي عبد الله الغزواني تميز بمجموعة من الصفات، من بينها أنه كان رجلا يفهم كثيرا في هندسة الري، فكان يشق السواقي، وهذه المهمة سوف يورثها لبعض من تلامذته مثل بن ساسي وأيضا سيد عبد الله بن حسين، فهؤلاء الأتباع له سيورثهم هذه هذه الحرفة التي يتقن، وهي الري وأيضا زراعة الأراضي القاحلة. فعبد الله الغزواني لما ظهر في مراكش سيظهر وسط مجموعة من المريدين كلهم لهم قوة ولهم سطوة في هذا الباب. وتحضرون هنا قصته مع سيدي رحال الكوش لما كان في مراكش، وظهر سيدي رحال ظهورا كبيرا، فطلب الغزواني من سيدي رحال إما أن يترك له مراكش، أو أحدهما ينبغي أن يترك المدينة ليستأثر بها أحدهم، ففضل سيدي رحال الذهاب، وبقي عبد الله الغزواني في هذه المنطقة. كان سيدي عبد الله الغزواني يربي تلامذته بالجلال، كان قاسيا في تربية مريديه ويعلمهم القرآن، ولم يكن فقط هو شيخا للتربية، وإنما أيضا كان لديه أيضا نزوع نحو الكتابة، وقد خلف كتابا مهما وهو كتاب النقطة، وهذا العنوان هو شبيه بعنوان كتاب عبد الكريم الجيلي أيضا النقطة. والكتاب يشتمل على أوراد وعلى مجموعة من الأقوال الصوفية تدل على أن الرجل لم يكن يقتصر فقط على التربية بالأوراد وعلى السلوك، وإنما كان أيضا مشاركا في العلم، وكانت له أيضا مواقف لها بعد سياسي، خصوصا وأن الزمن الذي جاء فيه هو نهاية المارينيين وأيضا سقوط الوطاسيين وظهور السعديين. ويروى بأن الوطاسيين قد سجنوه لأن ظهوره كان قويا، ولأنه كان يقول بأنه هو سلطان الوقت. فهذه المنازعة جعلت هؤلاء الساسة يسجنونه، وسيفرجون عنه لما رأوا منه من الكرامات ولما رأوا منه من القوة والسطوة. وكان خروجه من السجن إيدانا بسقوط الوطاسيين وظهور الدولة السعدية التي كان فيها الغزواني من أبرز الأولياء الذين أسسوا طريقة جديدة، طريقة شاذلية جديدة. هناك الطريقة التباعية وهناك الطريقة الغزوانية، فكان وصوله لهذا المستوى بعد هذه التجربة القوية، وبعد هذا الترحال، وبعد هذه الممارسة وهذا النوع من السلوك القوي، ولهذا اعتبر من الرجالات السبعة لمدينة مراكش.
مقام أبي محمد مولانا عبد الله الهبطي الطنجي رضي الله عنه مقام علم ومعرفة بالله، مقام دلالة على الله، مقام اتصال بالصالحين، مقام جهاد للنفس والشيطان والكفار، مقام تربية مبنية على أساس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مقام ولاية وصلاح رضي الله عنه وأرضاه. تأخر الناس والأبدال قد سبقوا، ليس الطليق كمن دارت به الحلق، والخلق في الخلق أمثال مساوية ولا مميزة إلا الوصف والخلق. هل يستوي متأن في بطالته وحازم نحو باب القرب منطلق؟ القوم أظمأهم خوف فأرقهم، فأنتج الأمن فيهم ذلك الفرق. هم العكوف بباب الله تكريمة، في الله إن صمتوا بالله إن نطقوا.